وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. تعالى بس كده اقول لك على حاجه في النص، وهو الموضوع اللي انت اكتر حاجه قلقاك واكتر حاجه دايما مخلياك مش قادر تبدا، وهو هل انا لو بدات دلوقتي هلحق؟ وهل لو بدات دلوقتي هتقارن زي اللي بدا من اول السنه؟ فتعالى اقول لك كده. بس نادي دي كده بس. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ في الفيديو ده ان شاء الله هخليك تخرج منه وانت حقيقي هتنسى انك عايز تنام اصلا. يعني مشكله النوم دي ان شاء الله بعد الفيديو ده هتتحل، وهي بناء على شويه خطوات كده كنت بعملها وانا في ثالثه ثانوي، وبجد والله فرقت معايا جدا. انا مش فاكر كان مين الشخص، او انا جمعت يعني المعلومات اللي انا هقولها لك دي جمعتها من كذا حد، بس والله فادتني جدا، فحبيت يعني اطلع واقولها لك. فصلي على النبي كده وتعالى نبدا واحده واحده. صلي على النبي بقى وتعالى يعني ايه نتفق اتفاق انا وانت، وهو ان النفس نشيطه فيما تهوى. يعني لو جيت تشوف نفسك دايما بتشجعك على اي حاجه غلط، مش هتلاقي نفسك بتشجعك على حاجه مثلا فيها خير، او على مثلا ان انت تذاكر، او ان انت تعمل اي حاجه فيها منفعه. فالنفس دايما نشيطه فيما تهوى، زي الكسل، النوم، ان انت ما تذاكرش، هتلاقي نفسك دايما بتخليك ان انت ما تذاكرش، او اي حاجه فيها تعب ذهني اصلا نفسك ما بتحمسكش ليها او ما بتشجعكش ليها. فخليك متفق ان النفس نشيطه فيما تهوى، وان دي مشكله كبيره ولازم تحلها وتاخد بالك منها قبل ما تبدا لاي حاجه. وحابب بس اقول لك على حاجه مهمه قبل ما اقول لك تحل المشكله دي ازاي، وهو ان نفس الشخص اللي هو بيشتكي من النوم هو نفس الشخص اللي لو عاوز ينام بس في حاجه هو بيحبها مش هينام عشان يروح يعملها. يعني مثلا لو جه وقت النوم او انت خلاص عايز تنام وفي مذاكره قدامك، هتخش تنام وهتفضل ان انت تنام. انما لو جه ميعاد النوم بس في مسلسل حلو هيشتغل، او في ماتش كوره، او هتنزل تلعب كوره مع اصحابك، اعتقد انك انت هتبدل المهام دي عن ان انت تنام. فهنا برضه هنرجع ان النفس بتلعب دور كبير جدا في ان هي بتهويك عن الحاجه اللي انت حاببها. فهنا هنرجع تاني لنفس النقطه، وان نفسك بتحمسك دايما للحاجه اللي بتضرك مش اللي بتنفعك. فخد بالك تاني من النقطه دي. صلى على النبي. يحل بقى المشكله دي ازاي؟ اول حاجه، في حاجه اسمها الدفعه الاولى، وهو ان انت لما بتبقى لسه صاحي من النوم وبتقعد تذاكر مثلا، بيجي لك حاجه اسمها الدفعه الاولى، ودي اللي هي اول مره انت بتحس ان انت عاوز تنام فيها. هنا المخ والعقل الباطني هو خلاص هو عايز يخمل، وعاوز حابب الوضع اللي هو كان فيه في الاول لما انت كنت نايم، فهو عاوز يرد الوضع ده تاني، فبيهيأ لك انك عاوز تنام. فهنا الدفعه الاولى دي انت ما بتبقاش عايز تنام نهائيا، بس مخك هو اللي بيبعت لك اشاره انه محتاج ينام. ففي الوقت ده يا تقوم تشرب اي حاجه تفوقك، يا تقوم تعمل اي تمارين بسيط، هتلاقي والله في خلال دقيقه دقيقتين انت رجعت تاني للحاله اللي انت كنت قايم منها من النوم وجسمك فايق. تاني حاجه، انت دلوقتي هتبتدي المذاكره. اول حاجه تعملها وهو ان انت تستعين بالله. لازم تستعين بالله، وطول ما انت بتذاكر ردد لا حول ولا قوه الا بالله. صدقني والله لحظه النوم اللي هتجيلك متاخره، ويمكن ما تجيلكش اصلا. لان الشيطان لما يجيلك بقى ويقول لك مثلا ان انت بقى هتنام وكده، وطبعا الشيطان بيلعب دور كبير جدا لان لقيك بتعمل حاجه فيها فايده، فوالله يبقى انت زي عليك كفر كده من بره. الشيطان بيجي لا ده ابعدوا عنه سيبوه نشوف حد تاني. فوالله بتبقى محمي من ربنا بان انت افضل اذكر ربنا، افضل مثلا خلي في ورد جنبك وانت بتذاكر. الحاجات دي والله من اللي بتنشط العقل وبتخليك تنام بعد فتره كبيره جدا. تالت حاجه، لازم يبقى عندك عزيمه للحاجه اللي انت بتعملها او للهدف اللي انت حابب توصل له. لو جينا نشبهها بمثال، مثلا في ماتش الكوره بتلاقي في الدقيقه 80 خلاص اللعيبه ابتدت تنهك وخلاص بتبقى تعبت. في الوقت ده لو انت عندك عزيمه، اللعيبه لما بيبقى عندها عزيمه بتكمل للدقيقه 90 وبتقدر توصل للهدف اللي هي كانت عاوزاه واللي هي نازله علشانه اصلا من الاول في المباراه. انما لو مفيش عزيمه هتلاقي من الدقيقه 80 عادي مش فارق معاهم اي حاجه، لان مفيش هدف حابين يوصلوا له. فقبل اي حاجه لازم يبقى عندك عزيمه وعندك هدف حابب انك تعمل كل ده عشان توصل له. رابع حاجه، كان في مقوله جميله جدا في كتاب صيد الخاطر للجوزي، وهي بتقول ان اليوم يكبر بالاعمال ويعظم لما فيه من اعمال صالحه.
فتخيل الحاجتين دول يجتمعوا في يوم واحد، ان هو يبقى اليوم بتاعك فيه عمل، وجنب العمل ده في اعمال صالحه انت بتعملها في اليوم ده. فتخيل الاتنين دول يجتمعوا في يوم واحد، والله هيبقى من انجح الايام. وتخيل تبقى ايامك كلها ماشيه بالمبدأ ده وبالمقوله دي. فركز كده فيها تاني، والله هتلاقي حل لمشكله النوم. يا جماعه نوجه بس رساله شكر، لان عمو كان قاعد على الكرسي هنا وانا استنيته يقوم يمشي، وجيت استاذنته وقعدت هنا. فهو لما جه ولقاني لسه بكمل او بسجل، قام قال لي كمل ومشي. فنشكر يعني عمو ان هو عمل معانا الحركه الجميله دي. خامس حاجه، وفي جمله كده موجوده في كتاب اللي هو اسمه كتاب الاسلام بين الشرق والغرب، وجمله جميله جدا بتقول اننا نرتفع بالمعاناه وننحط بالاستغراق في المتعه. والله لو جيت تفكر هتلاقي ان الجمله دي ملخص لكل حاجه، وهو ان النجاح مش سهل. يعني ان انت هترتفع ومكانتك ترتفع دي بالمعاناه، لازم هتتعب وهيبقى في عقوبات وفي حاجات كتيره قوي في مشوارك هتقابلك صعبه عشان توصل لهدفك وتوصل للحاجه اللي انت حاببها. فالموضوع مش سهل ولازم تعود نفسك عليه، وبس لازم صبر وعزيمه بس. فانت لو جيت تنام تذكر اننا نرتفع بالمعاناه وننحط بالاستغراق في المتعه. تذكرها دائما. يعني لازم تعمل جدول لليوم بتاعك وتمشي وتعمل عزيمه انك مش هتنام غير لما تخلص الجدول ده. هتيجي بقى هتلاقي ان الجدول ده لو هيحمسك بنسبه 10% فهو هيطول في المده اللي انت هتبقى محتاج تنام فيها. يعني مثلا انت هتكتب الجدول وهتنظم اليوم بتاعك بناء عن الجدول ده، هتحس ان انت جواك وفي عقلك الباطني برضو ان انت مش حابب تنام غير لما تخلص الجدول اللي انت عملته ده، غير لما تبقى مثلا تحدد مهام صغيره. طبعا اول ما يجي النوم او اول ما يجي لك اول دفعه من النوم هتبقى بتنام عادي، لانك ما حددتش مهام انت عايز تخلصها وعايز تنجزها في الوقت ده. فاعمل جدول لليوم بتاعك، وان شاء الله برضو النقطه دي هتفرق معاك جامد جدا. تعالى بس كده اقول لك على حاجه في النص، وهو الموضوع اللي انت اكتر حاجه قلقاك واكتر حاجه دايما مخلياك مش قادر تبدا، وهو هل انا لو بدات دلوقتي هلحق؟ وهل لو بدات دلوقتي هتقارن زي اللي بدا من اول السنه؟ فتعالى اقول لك كده. انا عارف ان انا اتكلمت في الموضوع ده وغير اتكلم وناس كتيره اتكلمت، بس والله تعالى هقول لك الحقيقه، وهو ان انت لو بدات دلوقتي هتلحق مره واثنين وثلاثه، وهتراجع كتير جدا، ومن كتر المراجعه والاسئله اللي هتحلها هتزهق. والله ابدا، يعني خد قرار ان انت اول ما الفيديو ده ما يخلص انا هبدا على طول، والله هتلحق وهيتبقى وقت كمان. ولسه لو بدات متاخر عن كده هتلحق وهيتبقى وقت. تاني حاجه، وهو هل انا لو بدات دلوقتي هتقارن زي اللي بدا من اول السنه؟ طب بص اسمع كده، ربنا لما جه قال في القران، اسمع قال ايه، خدها بقلبك كده بس. قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. هل هنا ربنا حدد يعني وقت معين انت تبدا فيه؟ يعني مثلا ربنا قال اعملوا في وقت معين، او ربنا قال اللي بدا قبل كده هو اللي هيسبق وهو اللي هيبقى مفضل غير اللي لسه بادئ دلوقتي؟ ربنا ما حددش وقت، بس انت ابدا واعمل اللي عليك والله ربنا هيكرمك وما تقلقش. انا عارف ان الموضوع ملوش علاقه بالفيديو، بس يعني حبيت اتكلم في النقطه دي لانها بتطلب كتير جدا، وفعلا يعني عامله يأس وعامله احباط لناس كتير قوي عايزه تبدا، بس خلاص هي فقدت الامل والشغف ومش راضيه تبدا بسبب كده. فابدا والله هتلحق. بس وكده الفيديو خلص، وحابب بس قبل ما اقفل الفيديو افكرك تاني ان استعين بالله واصبر واجتهد واعمل اللي عليك، لان النجاح مش سهل، والا كانت كل الناس نجحت وقدرت ان هي توصل للي هي عايزاه لو كان الموضوع سهل. فاتعب ولسه فاضل كتير جدا تقدر تأدي فيه، وتقدر الاخطاء اللي انت بتعملها تعدلها، وان شاء الله ربنا هيكرمك وهيكبر بخاطرك، وهتيجي في الاخر تقول الحمد لله. والصراحه انا مش عايز امشي، واخر بس رساله شكر، لان والله فعلا الراجل جميل جدا، لان هو قاعد هناك وسايبني هنا براحتي خالص، والمكان يعني بصوا سابني هنا في المكان لوحدي اصور فيه، والمكان جميل جدا الصراحه. فبجد بنشكره، وربنا يفرحه زي ما فرحني كده وخلاني عملت الفيديو. وبس لو حابب تسالني في اي حاجه هسيب لك الانستجرام تحت، ابعت لي في اي وقت هرد عليك، وبس كده سلام. ولو وصلت للنقطه دي في الفيديو فانا بشكرك جدا، وانزل اكتب لي بقى تحت في الكومنتات تسبيحه يونس لو انت عارفها، ويخلينا كلنا ناخد الثواب، ولو حد مش عارفها فتبقى انت اللي عرفتها له. سلام.